الصورة الراسخة في الخارج هي لنموذج مش موجود في مصر. ليه الشخصية المصرية، المرأة المصرية، حتى المرأة البسيطة المكافحة مش موجودة بره بالصورة الحقيقية؟ علشان احنا في مجال الدراما يعني ما وصلناش للخارج، بس يمكن لأول مرة يمكن في منصور المصري الحمد لله. يعني أنا في شخصية نورة اللي في العمل هي بتمثل النموذج ده اللي هي المكافحة أو اللي هي البنت التعبانة. ويمكن أنا في منصور المصري احنا فكرنا، يعني أنا في كذا جهة دولية بتعرض عليا إن هي تنتج العمل. المفروض العمل احنا دلوقتي فاز كسيناريو أو ناقش كسيناريو، احنا عايزينه بقى ينتج لأنه هو المفروض يتم في شهر 5 يتم تسجيله ويدخل منافسة دولية في شهر 10 في المهرجان يعني الاتحاد الاوروبي 2014 يتم تسجيله ان هو بيتنفذ. وفي شهر 10 في مهرجان دولي تبع الاتحاد الاوروبي المفروض ان هو يدخل كمان، ان هو تم مناقشته هناك، فهو يعتبر اصبح عمل. انا والله يعني نفسي ان التلفزيون المصري، لان هو صاحب الموضوع والموضوع بتاعنا عن الثوره المصريه، فانا عاوزه انتاجه لان ده هيبقى بيمثل وبسعى ان هو يبقى الجهه الانتاجيه هي من التلفزيون، لان انا مش عايزه جهه دوليه، لانه ده موضوع يخصنا احنا ما يخصش اي حد. وده هيبقى اول موضوع بيتناقش الثوره المصريه في الخارج ووصل فعلا للخارج، فهو بقى عايزينه كمنتج بقى، مش مجرد ان هو ورق او سيناريو او كده. فانا ان شاء الله في انتظار انتاج العمل وفي انتظار ان هو ينافس دولي، وان شاء الله في انتظار فوزه ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا استاذه هدية.